تعرف أوروبا دائما أنها الأكثر جاذبية لجميع لاعبي كرة القدم في العالم، حيث يوجد بها أقوى البطولات القوية التي تقام كل موسم منذ أكثر من 100 سنة. ولطالما كان اللاعبون الأوروبيون هم أغلب من يلعب في هذه المنافسات، لذلك لا عجب أن لديهم تاريخا كرويا حافلا استطاعوا من خلاله أن يقدموا لنا الكثير من الأساطير التي لن تستطيع أي قائمة احتواؤهم حتما. ورغم الصعوبة البالغة في هذه الاختيارات، إلا أننا اليوم سنسرد لائحة جديدة نتحدث فيها على أفضل 10 لاعبين في تاريخ أوروبا. 10. روبرتو باجيو، إيطاليا. أعاد روبرتو باجيو تعريف اللاعب الإيطالي في العالم الذي اشتهر بصلابته الدفاعية إلى لاعب يملك قدرات فنية عالية وخداع ماهر للمنافسين. يقولون أن اللاعب مات واقفا بعد أن أضاع ركلة جزاء حاسمة جعلت منتخب إيطاليا يخسر كأس العالم سنة 1994، رغم أنه هو من أوصلهم إلى النهائي ضد البرازيل. حسنا، تلك نقطة سوداء في مسيرته اعترف بها هو شخصيا، لكن لا بد لنا بالاعتراف بموهبة هذا اللاعب العظيمة التي صالت وجالت في الملاعب الإيطالية وكانت متعة للناظرين، خاصة مع فيورنتينا ويوفنتوس وبريشيا. 9. لوثر ماثيوس، ألمانيا. كان لوثر ماثيوس هو اللاعب الأكثر اكتمالا في جيله لتمتعه بإمكانيات لاعب خط وسط نادرة للغاية، فهو يستطيع الجمع بين القوة والمهارة. عميد اللاعبين الألمان يعتبر قائدا بالفطرة، وكدليل على هذا قيادته بلاده للفوز بمونديال 1990. تخيل أن يصفه دييغو مارادونا أنه اللاعب الأصعب الذي واجهه في مسيرته. كانت ذروته في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، وحقق العديد من الألقاب خاصة مع بايرن ميونخ وإنتر ميلان. مكانته ضمن قائمة أفضل اللاعبين في تاريخ أوروبا ليست محل نقاش على الإطلاق. 8. بوبي تشارلتون، إنجلترا. لو لم ينجو بوبي تشارلتون من كارثة ميونخ الجوية، ربما لم يكن مانشستر يونايتد أن يحقق دوري أبطال أوروبا سنة 1968، أو أن تفوز إنجلترا بكأس العالم سنة 1966. يقف تشارلتون كممثل لإنجلترا في قوائم أفضل اللاعبين في أوروبا تاريخيا، بعد أن اشتهر بغزارة هجومية مرعبة وقذائف بعيدة المدى، الأمر الذي ساعد الشياطين الحمر على الفوز ب3 ألقاب في الدوري الإنجليزي. ونال جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم سنة 1968. 7. فيرينك بوشكاش، المجر. فيرينك بوشكاش هو اللاعب الذي سميت مسابقة أفضل هدف باسمه، وهذا ليس صدفة على الإطلاق، بعد أن امتلك قائمة إنجازات مذهلة سواء مع المجر وتسجيله 85 هدف كثاني أفضل هداف أوروبي للمنتخبات بعد كريستيانو رونالدو. وكذلك تبدو مسيرته مع ريال مدريد غنية عن التعريف، فهو أحد أهم نجوم الفريق الفائز ب5 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، مما جعل النادي الملكي يصبح الطاغوت الأوروبي الذي يحلم الجميع بمنافسته. وفاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم سنة 1954. 6. جوزيبي مياتزا، إيطاليا. اللاعب الإيطالي الذي تسمع الجماهير اسمه طوال الموسم بعد أن سمي ملعب سانسيرو الشهير باسمه. جوزيبي مياتزا لم يكن لاعبا عاديا في وقته، فقد كان فعليا فريدة عصره بعد أن لعب في كافة المراكز الهجومية، وتميز بقدرة عجيبة على المراوغة والتسديد. وجوده في الفريق يعني تقدمه 1-0 على المنافس. عندما تم رفضه من قبل ميلان في سن صغيرة بسبب نحافته، استحوذ عليه الجار إنتر ليصبح كابوس إيطاليا كلها، بل العالم أجمع، عقب فوزه بلقبين في المونديال على التوالي عامي 1934 و 1938. 5. ميشيل بلاتيني، فرنسا. عرف ميشيل بلاتيني في العصر الحديث كرئيس للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ودار حوله الكثير من الجدل،
لكن هذا لن يمس قطعا بمكانته في قائمة أفضل اللاعبين في تاريخ أوروبا. فقد كان اللاعب الملقب بلوروا أي الملك سيد عصره بدون منازع، باعتباره لاعب وسط مهاجم يملك عقلية الفوز في كل مكان بالملعب، صاحب تمريرات ومخالفات مباشرة قلما تخطئ الشباك. قاد بلاتيني فرنسا لرفع كأس الأمم الأوروبية سنة 1984 للمرة الأولى، بعد أن سجل 9 أهداف في نسخة واحدة. رابعاً، فرانس بيكنباور، ألمانيا. يعرف فرانس بيكنباور على أنه أحد أعظم اللاعبين الأوروبيين في التاريخ، ورغم كونه مدافعاً محورياً بالأساس، إلا أنه استطاع قيادة الكرة الألمانية في أبهى عصورها عبر المنتخب وبايرن ميونخ. فاز القيصر مع ألمانيا بكأس العالم سنة 1994 وكأس أوروبا سنة 1972، وتوج مع العملاق البافاري ب4 بطولات في البوندسليغا ودوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية. لقب بيكنباور بالكاسحة نظرا لصعوبة اختراقه كمدافع من قبل المهاجمين، ويمكنه تهديد أي فريق بالملعب من خلال تمتعه بتكتيك عالي أكسبه لقب الكرة الذهبية مرتين. ثالثاً، زين الدين زيدان، فرنسا. تألق زيدان في مسيرته مع المنتخب والأندية التي لعب فيها على حد السواء، فعندما فازت فرنسا بكأس العالم سنة 1998 استطاع تسجيل هدفين في النهائي، ثم فاز معهم بكأس أوروبا سنة 2000 واختير أفضل لاعب في البطولة. وإذا أردنا تلخيص مشواره في النادي فسننظر إلى بطولتين في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، وهدف التاسع الشهير في نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2002 رفقة ريال مدريد. لم تكن هذه سوى بعض من لمحات أفضل لاعب في العالم 3 مرات وصاحب الفنيات المنقطعة النظير. ثانياً، يوهان كرويف، هولندا. تعتبر مسيرة يوهان كرويف الفائز ب3 كرات ذهبية محاكاة لمآثره وتأثيره على لعبة كرة القدم كلاعب في قيادة أياكس أمستردام إلى 8 ألقاب في الدوري الهولندي، 3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا في سبعينيات القرن الماضي، ومع المنتخب الهولندي وصل إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم. أما كمدرب فنحن لا نزال نستحضر تأثيره إلى اليوم، فعندما نشاهد فريق برشلونة وأساليبه المستمدة منه عندما أشرف على تدريبهم وفاز معهم ب4 ألقاب في الليغا ودوري الأبطال لأول مرة. أولاً، كريستيانو رونالدو، البرتغال. كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب في تاريخ أوروبا بلا شك. النجم البرتغالي كسر أرقاماً قياسية وأوصلها إلى مستوى سيجعل كسرها أمراً إعجازياً لأي لاعب آخر. نجح صاروخ ماديرا في التتويج بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، وكان هدافاً في كل من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، كما يعتبر أعظم هداف أوروبي في كل العصور. مع الموهبة الكبيرة التي يملكها لديه أيضا قوة عقلية وانضباط وإنهاء غريزي أمام المرمى والعديد من الألقاب الفردية والجماعية التي تجعله أفضل لاعب أوروبي في التاريخ. وفي الأخير أتمنى منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد.